كبني ادمين بنحب نتكلم كتير. ولو حد جاي لك عشان تساعديه في مشكله معلش، جاي لك عشان تساعديه في مشكله، فاول ما هتبداي تتكلمي معاها ايه اللي بيحصل؟ تبدا تفتح تتكلم 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 تتكلم. عشان كده مهم جدا 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 ان احنا كل فتره واحنا بنعمل لحد جلسه نلخص الكلام اللي بيتقال. المفروض وانت في السيشن كل شويه كده تبدا تلخص للعميل اللي هو بيقوله. ليه؟ لما بتلخص للعميل اللي هو قاله، ومعنى ان انا بلخص مش ان انا بقول، هي دي طبعا مهاره كبيره فيها حاجات جواها، بس خلينا نقولها بشكل بسيط. معنى ان انا بلخص الحاجه مش ان انا بقول له اللي هو قاله، انا ممكن اجمل اللي هو قاله في جملتين ثلاثه. ده بيساعدني في ايه؟ بيساعدني ان انا اتاكد ان انا ككوتش فاهم الشخص اللي قدامي وفاهمه صح. وبيساعد ايه؟ ان الجلسه ما بتروحش مني يمين او شمال. يعني اوقات تلاقي قاعده مع حد بتكلمي عن علاقتها، عندها مشكله في الشغل، تبقى تتكلم تتكلم تتكلم، هوب راحت لحته تانية تتكلم عن علاقتها بزميلتها، بعدين بعد شويه تتكلم راحت هوب لعلاقتها بجوزها، بعد شويه علاقتها بابنها. فايه اللي بيحصل؟ الدنيا بتتوه مننا. لكن لما كل شويه بنبدا نعمل تلخيصات، فكأن احنا بنرجع تاني للموضوع الاساسي. طيب ده فكره التلخيص. واخر حاجه هقولها، طبعا هم حاجات كتير قوي بس انا باخد لكم يعني جزء من الحاجات المهمه. دايما انا اكون ملتزم مع الشخص. لو انا كوتش وهلتزم، لو انا كوتش وبعمل جلسه كوتشنج مع حد، فمن الف ب في الحياه لازم تكون ملتزم معاه. يعني ايه ملتزم معاه؟ يعني لما تتفقوا ان انتوا هتعملوا سيشن في ميعاد محدد، لازم ان انتوا في الميعاد المحدد تكون انت معاه. لما تلتزم ان انت هتبعت له حاجه، فلازم ان انت تبعت له الحاجه بتاعته. كمان التزم معاه في المواعيد، في الوقت، في كل الوعود اللي انت بتقولها. الكلام ده مهم. ليه مهم؟ اوقات كتير تبقى انت ككوتش ممكن نقول طرق النجاة للشخص اللي انت بتشتغل معاه، او هو شايفك السند اللي موجود. ممكن شخص يجيلك بتعمل معاه جلسة، وانا بشوفه كتير بيبقى حاسس ان مفيش حد بيسنده في الحياة، ولما بيجيلك بيحس ان انت السند بتاعه. انا بقول دايما في الكورسات، دايما ما تلزمش نفسك بحاجة مع العميل. يعني ما الزمش نفسي بحاجة مع العميل؟ ايه ده، انت بتقولي ايه؟ انت كده بتقولي كلام مختلف عن بعضه خالص. ما بقولش كلام مختلف ولا اي حاجة خالص. انا بقول يعني ايه ما تلزمش؟ يعني مثلا انا قاعدة دلوقتي بشتغل مع منى، بعمل لمنى جلسة، فبدات اعمل معاها جلسه وطلعنا النتيجه كويسه، فبلاش اقول لمنى انا هتصل بيكي يا منى بكره اطمن عليكي عملتي ده ولا ده. انا دايما اقول بلاش تعمل كده. بلاش اقول لمنى والله انا هبعت لك 15 كتاب على الفيسبوك. بلاش اقول لمنى طب بصي، طب انا هعمل لك الحاجه الفلانيه. ده مش مطلوب منك خالص خالص. في جلسه الكوتشنج الشخص بيجي بيقعد معاك، بيتكلم، بيفتح قلبه، بتساعده احنا لسه هنتكلم على الاسئله، لسه المهاره اللي بعد كده. بتساعده، بنبدا نتكلم على طلع الحاجات اللي جواه، بتشتغلوا مع بعض، بتعملوا بلان، كل الكلام ده كله تبدا تشتغلوا عليه. بعد كده وصلتوا النتيجه، خلاص انت كده دورك خلص في الجلسه. انا وعدته ان انا هتصل بيه. انا بقولك ما توعدش الكلام ده كله، ولكن اذا انت وعدت فلازم تنفذ. لازم تنفذ. يعني انا لو قلت لشخص انا هتصل بيك، خلاص احنا عملنا مع بعض سيشن وخلاص اوكي انا هتصل بيك بكره عشان اتاكد انت عملته ولا لا، ما ينفعش ما تتصلش. لان احنا زي ما احنا قلنا ان العميل انت بالنسبه له سند، اوقات بتبقى بالنسبه له سند، خصوصا في المرحله الاولى. لو حد حياته مدمره خالص وانت بتعمله مثلا كل اسبوع مثلا سيشن، فبلاش توعد ولا تفي. دي من الحاجات المهمه الف ب في الحياه. اوكي. طيب دايما واحنا في الدعم بنحاول نقرب من الشكل الجسدي بتاع العميل بتاعنا. دي حته مهمه انا برضو حابه اتكلم فيها. خليني ادعي لكم يا رزقكم.
يعني ايه بقرب من الشكل بتاعه؟ يعني تقريبا باخد نفس الوضع الجسدي بتاعه. يعني لو انا جاي لي حد وقاعد ومربع ايديه، فانا ممكن اقعد واربع ايديا. حد هيقول لي بس في البادي لانجوج بيقول ان انت كده قافل على نفسك فالعميل مش هيبقى مرتاح. لا، انا بقول لو الشخص هو قافل انت تقفل ايدك. يعني لو شخص قافل ايده كده وهو قاعد معاك، تمام، فانت كمان محتاج ان انت تقفل ايدك وانت قاعد معاه. ليه؟ زي ما احنا قلنا، احنا في البدايه خالص عايزين الشخص يحس انه احنا شبهه، حتى في البادي لانجوج. حتى في البادي لانجوج، حتى في لغه الجسد. ولكن غلط، غلط ثم غلط ثم غلط ثم غلط، 3 غلط. ان الشخص بتاعي، سوري، الشخص اللي قاعد معايا او العميل بتاعي اللي قاعد معايا يبقى هو قاعد فاتح ايديه وعمال يتكلم وكذا وكذا، وانا قاعد قافل ايديا واعمل له كده. ده طبعا غلط جدا، ما ينفعش ان انا اعمل كده. لكن لو الشخص العميل بتاعي قاعد قافل ايده، فانا كمان بقفل ايدي. لو الشخص العميل بتاعي قاعد فاتح ايده، فانا كمان بعمل نفس القصه دي. فدي من الحاجات المهمه اللي انا كنت بس عايزه اقولها. فاحنا كده اجمالا احنا اتكلمنا عن الدعم. النهارده ازاي نعمل دعم للشخص اللي قدامنا. قلنا عشان اعمل للشخص دعم محتاج ان انا اوفر له بيئه امنه، ان هو يحس ويشوف ان انا متقبله وان انا متعاطف معاه، وان انا فعلا مهما هو قال عمري ما هحكم عليه. وانا حتى دي احنا دايما بنوضحها في الاول، في اول اي سيشن بقول له ان انت اي حاجه انت بتقولها انا لا يحق لي ان انا احكم عليك. مفيش احكام، مفيش اصدار احكام عليك ولا نقد. فانت براحتك، ولا فخليك براحتك واتكلم زي ما انت يعني براحتك يعني. فاتكلمنا ان احنا دايما بناخد الكلمات الشخص اللي قدامنا بنتكلم بيها. اتكلمنا ان احنا دايما بنعمل تلخيصات، دايما بنبقى ملتزمين. وزي ما انا قلت بلاش توعد العميل بتاعك بحاجات، انا بقول كده في السيشن، ولكن اذا وعدته بحاجات فلازم ان انت تنفذها. واتكلمنا عن كارل روجرز وقال ان احنا العميل بتاعنا بينمو، او الشخص عموما في الحياه العاديه بينمو لما بيحصل ايه؟ بيبقى فيه احترمه احترام ايجابي غير مشروط، بعمل معاه تعاطف قوي مع الواقع بتاعه، بكون انا حقيقي وانا بشتغل معاه.